من اهم الاجهزه اللي موجوده عندنا هو جهاز الكوبليشن. جهاز الكوبليشن او بيسمى يعني جهاز التبريد، ده واحد من الاجهزه اللي تقريبا ما بقاش فيه استغناء عنها خالص في جراحات الانف والاذن والحنجره. احنا طبعا بنعمل بجهاز الكوبليشن ده عمليات استئصال اللوز واللحميه. جهاز الكوبليشن ده بيستخدم في الاستئصال تقنيه اسمها البلازما كواجيليشن، بيستأصل الانسجه عن طريق التبريد، ان هو بيجمدها وبيستأصل. ده ايه ميزته؟ ان هو مفيش طبعا فقدان دم خالص اثناء العمل، وده بيخلي الطفل يعني بعد العمليه صحته طبعا تقريبا كانه داخل عامل حاجه زي الاسنان بالظبط. الحاجه الثانيه ان الالم ما بعد العمليه بيبقى تقريبا اقل درجه ممكنه جدا في الالم، فبدل ما اللوز دي زي زمان كان ليها يعني تاثير سيء جدا، ان عمليه اللوز دي كانت مشكله كبيره وكان حدث لازم البيت كله يتعطل اسبوع اسبوعين، دلوقتي الموضوع بقى بسيط جدا والطفل بيرجع تقريبا يسترد كامل طاقته وكامل صحته في اقل من اسبوع، بيبقى طبيعي جدا وزي الفل. الحاجه الثانيه اللي بنستخدم فيها الجهاز الكوبليشن طبعا استئصال اللحميه. استئصال اللحميه دي بنستخدم فيها جهاز الكوبليشن وجهاز المنظور. ليه بنستخدم الاثنين؟ علشان اللحميه دي واحده من اشهر العمليات المعروف عنها ان هي بترجع تاني، خصوصا لو الطفل عنده حساسيه في الصدر او حساسيه في الانف. طب ايه الفايده بتاعت جهاز الكوبليشن والمنظار؟ لما بنشتغل استئصال اللحميه عن طريق المنظار بنبقى شايفين كل التفاصيل الدقيقه الصغيره حتى لو كانت 1 ملم. جهاز الكوبليشن ده بيستأصل كل الانسجه الصغيره الدقيقه دي برضو بدون الم وبدون نزيف، وبيخلي احتماليه ان اللحميه ترجع تاني تقريبا مش موجوده خالص. العمليه الثالثه اللي بنستخدم فيها جهاز الكوبليشن هي عمليات الانف. عمليات الانف دلوقتي طبعا عندنا تخوف كبير جدا من ان احنا نعمل عمليات الانف دي ونحط حشو وفتيل، ده بتاع زمان، الكلام ده كان زمان. استخدام جهاز الكوبليشن في عمليات الانف خلى ان احنا يبقى عندنا رفاهيه ان احنا ممكن ما نحطش حشو اصلا جوه، او اللي هيعمل استئصال غضاريف الانف بجهاز الكوبليشن مش هنحط فتيل، خلاص مفيش فتيل جوه الانف في الحالات غضاريف الانف. العمليه الرابعه اللي بنستخدم فيها جهاز الكوبليشن هي عمليات الشخير وعمليات اختناق اسنان النوم. دلوقتي بقينا بنقدر نستأصل كل الانسجه اللي فيها ترهل عن طريق جهاز الكوبليشن بدون نزيف وبدون ألم برضه. وفترة التعافي بعد العملية بتبقى أحسن بكتير جدا، والتورمات اللي بعد العملية بتبقى أقل بكتير جدا. في ميزة كبيرة جدا في جهاز الكوبليشن، في حاجة اسمها lateral damage. الأجهزة العادية اللي بتستخدم في استئصال اللوز دي زي قال عليها الليزر وزي أجهزة الكي بتعمل مشكلة في الأنسجة اللي حوالين اللوز نفسها. الكوبليشن مش بيعمل lateral damage وبيخلي الأنسجة اللي حواليها تقريبا أنسجة هيلثي وطبيعية جدا.